في معبد فيلة بيعلموا الناس هناك مبادئ إيزيس السبعة اللي بيها الإنسان يبقى عنده حدس، يبقى عنده بصيرة داخلية، فطنة في القلب بتاعه، قلبه يبقى فيه ذكاء، ذكاء القلب. وعلى الإنسان إن هو يخلي المبادئ السبعة دي في حياته اليومية. إنه أول شيء يرتفع عن مستوى الدونية في الحياة، ما يمشيش ورا غرائزه ورغباته الدونية، ويتبع الفضائل لكي يدخل في عصره الذهبي. كل واحد مننا في الحياة ليه فترة ذهبية كده في حياته. الفترة الذهبية دي كل إنسان ممكن يدخل فيها على حسب هو هيبقى عنده صحوة روحية إمتى. وجيت هتصحى وتديله الصحوة الروحية وتصحى عنده قوة الحدس إمتى. في ناس ممكن تحصل لها الصحوة الروحية بتاعت الحدس في العشرينات، في الثلاثينات، في الأربعينات، في الخمسينات، في آخر العمر، أنت ونصيبك. بس كل ما اتبعت مبادئ إيزيس السبعة بدري بدري، فأنت هتدخل في عصرك الذهبي بدري بدري. فبالتالي بدل ما أدخل العصر الذهبي بتاعي وأنا عندي 50 سنة، لا، ما أنا إيه، أخلي الموضوع بدري شوية واستفاد من العصر الذهبي وأنا عندي 40، فأنا عندي 35، عندي 50. ها يلا آخر الأربعينات الأمور إيه، ألحق حاجة يعني.